الله مشاهدي ومتابعي قناة الصلاحية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أصول عشيرة. اليوم معنا ضيف حلقتنا هذه شيخ عشيرة الحجام الشيخ عبد الجبار آل حمود. مساكم الله بالخير شيخنا. مساكم الله بالخير والعافية. مرحبا إن شاء الله بخير. أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. شيخنا اليوم أول شغلة ينسأل عنها بالعشيرة هي أصل التسمية، ومثل ما تعرف أكثر العشائر بجنوب العراق تسمياتهم ترجع لجدهم الأول. لو حدثتنا عن أصل تسمية آل حجام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحجام اللهجة محلية، وإنما هي أصلها الحكام. الحكام. عشائر حجام منتشرة بالفرات الأوسط من البصرة والناصرية والقلعة والكوت والعمارة ويعني وباقي النعمانية، هم كلهم أخوة والنسب واحد يرجع أنهم بكر بن وائل. إحنا بكر بن وائل قبيلة عدنانية نرجع إلى ربيعة. أما بالنسبة للتسميات أما يكون لها كحدث أو كذا تسمى عليه، أو الأصل أنه يعني الكنية تكون الحكام تجي أنه على أساس أنه أكو كانت لهم مملكة في بابل المزيدية، وكان يحكمون بعض المناطق في العراق فسميت الحكام. بس هم أصل ربيعة وبكرية، بكر بن وائل، وإحنا نعود إلى ربيعة. شيخنا موقع العشيرة سابقا وحاليا. ايش تقصد العشيرة؟ الفرات يعني؟ ايه احنا الفرات كنا نسكن بالفوار، منطقة الفوار بالديوانية، وبعدين النزوح نزحنا إلى الشامية إلى أم الورد اللي هسه حاليا أم الورد موجودة. شيخنا أكثر تساؤلات بالمجتمع والشارع العراقي هي حول العراضة وإطلاق العيارات النارية. رأيكم أنتم كشيوخ عشائر مؤيدين ما مؤيدين للعراضة اللي يصير بالفاتحة عند وفاة أحد الشيوخ أو أحد وجهاء المنطقة؟ احنا هذا موروث لقيناه. شوف أكثر ترى العشائر أو كذا، أنا اجيت من استلمت من أخوي الله يرحمه، من والدي إلى أخوي عزيز، لقيت البيرغ مالتنا العلم التركي احمر ونجمه وهلال. قلت لهم يابا هذا العلم التركي انتم بعدكم لحد الان مشغلين بيه. غيرت الكتابه مالته وغيرته. اكثرها موروثه هذه من الجاهليه. احنا مع الانسان هو الله سبحانه وتعالى اخذ امانته، انت تهوس وترمي عليه من اعترضت على هذا الحدث. الهزوجه نقول ممكن لا، مو بها هم مبالغه، بها مدح وبها مغالاة وبها كذا، انه هذا الانسان انت وهذا مقابل فلوس. فاني ارفضها نهائيا. اولا الرمي للمرجعيه احيانا يصير به مضاعفات ويصير قتل به ويصير المرجعيه حرمته، هو اصلا مظاهره حضاريه بحد ذاته. اما الهزوجه مو مشكله. وبعدين اكو شيء هو مرفوض اثناء المسير خلف الجنازه جاي يهوسون، لا، هاي اذكر الله سبحانه وتعالى، قل لا اله الا الله. انت شو تهوس؟ ليش تهوس؟ فذني مرفوضات، اكو اشياء لازم نتجاوزهن، لان احنا بالقرن ال21. شوف الناس وين وصلت، الناس وين الثقافه تجاوزت واحنا باقيين على هي وها ويذبح ويصلخ ما عليه شنو يعني. كله تبذير، كل شيء يعني من الماضي، يعني المفروض نتجاوزه. لازم نتجاوز هذا الشيء. شيخنا شلون اللي يموت في حاله اطلاق العيارات الناريه وصارت عندنا، شنو هو ترتيبه؟ والله انا رايي غير هذا. اذا كان لازم يضاعف الديه مالته، تضاعف، لان هاي قضيه ماكو داعي لها، هي مرفوضه اصلا شرعا وعرفا مرفوضه. انت جاي تتجاوز، والله يكون مضاعف عليه هذا، حتى انه يصير عبره لغيره وتنتهي هاي القضيه. شيخنا الموضوع لا يزال مستمر بالمجتمع العراقي وبعاداتنا وتقاليدنا اللي هي النهوه. يا ريت توضح للمشاهدين شنو النهوه
وانتم رايكم كشيوخ عشائري؟ النهوة قضية جاهلية أكل الدهر عليها وشرب. أولا هي عليها حساب قانوني، هذا الإنسان اللي يتخذ النهوة قانونا هو عليه مساءلة. الثاني هي هسه انقرضت، ماكو عندنا هاي الأشياء، انتهت هذه نهوة. قضايا الدية بالنساء كانوا أنه أطي مرة وأطي نسوان اثنين، وهاي انتهت مو. وإحنا جينا كل المشايخ الموجودة قامت تحارب هاي الشيء. المرأة الله سبحانه وتعالى أنطاها فت قدسية، وقال والجنة تحت أقدام الأمهات، ما قال تحت أقدام الأبهات. هذا نصف المجتمع. بعدين المرأة لها قدسية ولها احترامها وكذا. شنو أني أفصل نسوان أو أنهى على هاي المرأة ما أعطيها إلا لابن عمها أو كذا، ذن انتهى راحت. ويجب أن نحاربها إذا أكو أجزاء منها باقية يجب محاربتها. من رخصة الشيخ ناخذ فاصل إعلاني ونرجع مرة ثانية وياك. بفلوسه ما بنا بنيان، كل احنا بخل جبار، هو جبار لازم السكان. هو احنا البني علي نسولف، هو احنا البني علي نسولف، واحنا ببختك يا جبار، احنا البني علي نسولف، واحنا ببختك يا جبار. أحبة المشاهدين، هذه عودة مرة ثانية في هذه الحلقة ومع شيخ عشيرة الحجام الشيخ عبد الجبار آل حمود. نرحب به مرة ثانية شيخنا عزيزا علينا. شيخنا لو حدثنا عن الفصول العشائرية والثانية والأموال اللي جاي تنعطى كدية. الحقيقة هذه احنا نعاني من عندها، وخاصة الفرات الأوسط اللي هي المحافظات المعروفة. يعني احنا اكو تربطنا كلام. الثانية الآن تجاوزت عن الثانية ما بقت ثانية، وإنما اكو ضوابط بين العشائر الموجودة اللي تقطن بالفرات. أما الأمور اللي تجينا وشوية اللي بيها مغالاة وبيها رفع سقف الفصل، هذه تجينا من الجنوب مع احتراماتي لاخوتنا اللي بالجنوب. تجي والان في بغداد اللي هسه بيها هي الدقه والنهوه ورفع سقف المبالغ، ويعني اعتبروها كتجاره. البعض وليس الكل. عندنا ناسنا اللي تابعه مثلا كل اني ربعي مثلا اللي هالفرات ما يتجاوزون على المقرر، لكن هم يجبرون، لان اكو ناس يعني إن لن تكن ذئبا فقد أكلتك الذئاب. يعني إذا ما أنت تكون حدي ويا هاي الناس راح أنت أمورك ما تمشي. فإحنا نرفضها حقيقة. عندنا أمور ضوابط عندنا بين العشائر الفرات الأوسط وباقين عليها، وأوصي أنه بقاء على الشيء المقرر اللي هي المرجعية اللي قررتها المرجعية حاليا جاية مبالغ هائلة. وقضية يعني الجلوة وما جلوة وأمور هذه كلها يجب أن نتجاوزها. الجاني هو نفسه أما يسجن وأما هو ما يبقى بالمنطقة. فأنا عليش أحاسب أبوه أو أخوه اللي هو ما إلى ذنب هاي القضية؟ فيجب أن نتجاوز هاي الأمور. شيخنا السؤال ربما المهم اللي هي عمادة العشيرة. هل عمادة العشيرة حسب الكفاءة أم حسب الوراثة؟ رئاسة العشيرة أو عمادتها مثل جنابك قلت وراثة. المشيخة ورث وتاريخ وأصالة. اما الكفاءه ولا كفاءه هذه ما لها علاقه هسه احنا مريوده لازم يكون عن ابن الاصغر يصير مو ابن الاكبر حسب الكفاءه، حتما حسب في داخل العائله الواحده. مو انه انا مثلا تجي تاخذ من فلان شيخ وتنطيها للواحد بالعشيره والله انا كفو ويصير تنافس انا كفو وانطوني اياها. لا، هي مو انتخابات، هذه ورث ولازم يكون الشيخ من شيخ ابن شيخ ابن شيخ الى هاي لازم تكون يعني.
شيخنا العشائر العراقية ساهمت بحل كثير من المشاكل. نعم. شلون انتم ساهمتوا بحل المشاكل بين العشائر؟ الشيخ العشيرة والسيد الاثنين دولة واحد يكمل الثاني. من يصير خارج عشيرته فد مشكلة واندعى إلى هذه التوسط يجب أن يكون عادل. خير. يكون عادل، لا شنو يعني يساوم على البخت، احنا نقول حظه وبخت. فهذه هي هسه الموجودة، كل المشاكل جاي تحل بالوظائف. اما المحكمة ما تحل، المحكمة يقول لك روح الصالح يلا تجيني، يعني شنو روح لعشيرتك. او الدية اللي يصير داخل المضيف ما تصير بالمحكمة. ولو احنا ننطي مجال لهاي القضايا كلها تروح للمحكمة يداومون ليل ونهار ما يكفي لهم الدوام. صح. لكن هي جاي تحل بال 80% 70% بالمضيف تنحل. شيخنا حدثنا عن الكتب التاريخ، ما كتب بالتاريخ عن اصل عشائر الديوانية وبالخصوص ناحية الصلاحية. عشائر الديوانية قلب الفرات. والعشائر الموجودة كلها عشائر محترمة، وعشائر لها مدها وإلى تاريخها وإلى. أما بالنسبة لناحية الصلاحية أنا أسمع له الآن أنه هاي سموها صلاحية لأن صالحت بها العشائر. منو كانت العشائر المختلفة اللي يقول هذا الشيء اللي يدعي خلي يقول لي العشائر اللي اختلفت وصالحت من هو. هاي واحدة. ثانيا الصلاحية جزء مستقطع من أم الورد كأرض، يعني أم الورد اللي هي أرضي موجودة اللي نسحوا عليها الحكام أول ما إجوا للمنطقة هنا. زين سميت صلاحية. واكو أنا أشوف أي إنسان يدعي ادعاء يجب أن يعرض وثيقة. وثيقة تثبت هذا الشيء. نعم. إذا كان وثيقة خلي يجيني أنا أستقبله بمضيفي وأهلا وسهلا بي وأنا أيده. إذا كانت الوثيقة أقدم الوثائق اللي عندي، يعني عندي وثائق، عندي بال 18 وعندي بال 23 وعندي بال 32 وعندي أعمق من هذا الشيء. شنو تنص انه الصلاحيه، ناحيه الصلاحيه سميت باسم صالح البليسم اللي هو جد حجام. زين. وانا مستعد اي انسان يجيني انا اقول له تفضل هاي وثيقتك وطلع لي وثيقتك، مو حتى انا وياك نكون على بينه، لعله انا وثائقي مو صحيحه. زين. بعدين اكو تاريخ الديوانيه الحديث للشيخ وداع العطيه، خلي يقروا يشوفوا. صلاحيه موجوده بالارشيف بالمدارس معلقه كانت، وبالمحافظة وبوزارة الداخلية وبالمكتبة المركزية في بغداد. إذا ما حرقت بهاي الأعداد. تسمية الناحية. تسمية الصلاحية باسم صالح البليسم شيخ حجام. زين. شيخنا عشيرة الحجام. نعم. شنو مصدر معيشتهم؟ شلون عايشين؟ والله هي العشائر كلها مصدرها الزراعة سابقا. كلهم حتى؟ لا الموجودة الأقليات موجودة والمدن تتصور يعني الزراعة من وصلت إلى هاي الحالة هاجرت الناس أكثرها للمدن. شو يسوي بعد؟ زراعة ما محترم وزراعة ماكو، مو هيك كله مستورد. راحت للمدينة اللي تعين موظف واللي يصير شرطي واللي يصير كذا وعنده مهنة حرة أكثرها موجودة. لكن هو المصدر الرئيسي للعشائر هو الزراعة. والزراعة الآن مهمشة من الدولة. وهذا واضح حتى تشوف أنت الحالة اللي يرثى لها. نتأمل خير. ونتأمل خير ألك الله. إن شاء الله. أحبة المشاهدين ناخذ فاصل قصير ونرجع لها. عنده جناح لكن مش كله يطير. هاو من هز جناحه يبين طير الشلو يبين. 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 نرحب بكم أحبة المشاهدين مرة ثانية، وخلينا ننتقل للسؤال الأهم شيخنا. المرأة بالعشيرة، دور المرأة بالعشيرة. المرأة بالعشيرة لها دور فعال بكل الأمور. يعني إذا نرجع إلى الماضي كانت المرأة هي العنصر الذي يقوم بأعمال خدمية زائدة
تشجيع الرجل على كل الأمور اللي يصير بالعشيرة. فالمرأة هي المربية، المرأة هي الأم، المرأة هي اللي تخلق جيل. احنا نقول أكثر أني برأيي، يعني رأيي التربية وحسن التربية اللي يكون للمرأة. نعم. لأن هذا الرجل طباب طلع، احنا نقولها بالعامية، يجي بس ينام بالليل والصبح يطلع على شغله ويجي بالليل. لكن التربية مو وتكوين الأسرة هي المرأة لها دور فعال. كذلك بالعشيرة المرأة لها دور ولها حرمة. ليش هم سموها حرمة؟ كلمة حرمة يعني هذه يكفي للمرأة يعطيها احترامها ويعطيها هيبتها. والآن هي شوف أنه المرأة دخلت بالسياسة، المرأة دخلت بالتعليم، المرأة بالهندسة، بالطب، بكل شيء المرأة مشاركة. خصوصا من عشيرتكم، وخاصة من عشيرتنا بها الدكتورة والمحامية وبها المهندسة وبها الأستاذة وبها عضوة البرلمان من نفس العشيرة. هذا عشائر وشاكل العشائر البقية. صح. نعم. شيخنا لنفترض أنه أحد أفراد العشيرة، لنفترض أي عشيرة، تهجم على عشيرة ثانية، أحد أفراد عشيرة ثانية، شنو موقفكم؟ هل أنتم تسلمون هيك قضية للدولة وتاخذ مجراها، لو أنتم تحلوها بنفسكم؟ الحقيقة احنا نصير هيك خروقات موجودة، نسارع بأسرع وقت. أنا مرة اجتني حادث من إنسان عزيز علي، الشيخ لميال السيد عمادة السيد حنويت، خابرني الساعة 12 بالليل، قال لي واحد من حجان سوى كذا وكذا. الساعة 12:30 هو هسه يسمع إذا شاف الله. الساعة 12:30 أنا اتصلت به قلت له انتهت باكر المشي عندك وقتك. فيجب على كل شيخ عشيرة أكو مقولة يقول احترم تحترم، احترم البقية الناس تحترمك. أكيد. ولازم أنه تسرع بأسرع وقت الحل المشكلة قبل ما تتوسع وتصير أكثر ويبيها مضاعفات. فإحنا أوصي بحل المشاكل تكون آنية قبل ما تروح للدولة ويصير بها سين وجيم وتعال تجيب فلان وعدلان، وهي أول وثالث تنتهي بالمضيف تنحل. هاي المشاكل ما تنحل إلا بالمضيف. واكو مشاكل تكبر. واكو نعم اذا تاخرت واذا اعطوها الاهمال تكبر تتوسع. وبعدين يعني احنا نرفض قضيه فلان دقت فلان تعال اندقه، وفلان متجاوز اروح اضربه بيته وكتبه على بيته او اضربه اخوه. شو هو هذا التخلف بحد ذاته. احنا نريد تفعيل قانون الدوله بهيك امور. الدولة لازم تكون إلها بسطة، ليش يسمى قانون؟ ليش يسمى قانون؟ القانون ردعي لكل هاي الأمور، بس إذا صار بمجال راح كل من ياخذ راحته. والسلاح تشوفوا هالشغل يعني. شيخنا القرارات اللي نزلت بالدقة العشائرية من قبل الدولة، والله أنا أول واحد مؤيد وكتبت على الصفحة مالتي أو نؤيد هذا الإجراء الحكيم ويكون لازم يفعل، إنه مو حبر على ورق. الدقة مرفوضة والدقة ما إلها معنى ولا إلها كذا، أنا أطلبك. أما إنه حليتها وياي عشائريا ماكو أكو دولة، أروح للدولة وقانون الدولة موجود وأنا أقول يا هذا. أما إنه الدقة وأدق عليه واكتب على بيته هذه مرفوضات نهائيا، وإحنا مع الدولة بهذا الشيء. خير. شيخنا شنو رايك بتعدد شيوخ العشيرة الواحدة؟ تعدد. خلقت العشيرة أن تكون كالآتي، مو بس العشيرة، حتى الطيور والحيوانات إلها رمز قائد وإلها تفرع. العشيرة خلقت أنه إلها رمز واحد وإلها شيوخ أفخاذ وشيوخ حمايل ووجهاء. أما ما العشيرة ما ممكن أنه كل عشيرة بها 50 شيخ. يعني هذا طلعت لا هي تعددية ولا هي قانون ما أعرف. كل من له صارت، كل من له موقع أو كل من له رأي أو كل من له حسابه. أما أنه كل عشيرة بها 50 شيخ كل يجي قال أنا شيخ، هذا يدعي. لكن اسأله أنه من أبوك أو من جدك شو يصير الشيخ، يبوش ما يعرف يجاوبك. لكن هو يدعي
انه لبس لقاب وركب له سياره وثاني ويدعي انا شيخ، لكن شيخ من انت ما تدري. اي هاي المشكله، فهي مرفوضه. شيخنا قبل السؤال الاخير وقبل الختام، شنو تريد تقول وشنو اللي عندك تقدم للمشاهد؟ والله انا اقول هي امنيه حقيقه. قبل ما انه نسولف على العمل الخاص، نقول نتمنى للعراق الاستقرار اولا، والتخلص من هاي المحاصصه والاحزاب اللي خلت العراق وصل لهاي الحاله. وتكون حكومه تنظر للفقير قبل ما تنظر لعضو البرلمان او الوزير. الان العراق دون المقرب بالنسبه للفقراء، ناس تسكن بيوت طين، ناس جياع، فرص عمل ماكو. انا البارحه شفت امراه قالت انا عندي 4 خريجين قاعدين ما عندهم عمل وانا الم قواطي وانا كذا، وهاي كارثه. جاي يهمش الانسان المثقف ويجيبون بالانسان الامي الجاهل مجرد انه ولاء للحزب الفلاني، وهي مرفوضه. الان العراق خير عنده، لكن هو ما عنده تصريف عمل بالصحيح. لو كان بالصحيح لاجى الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني احنا هذا وضعنا الان مزري يعني ما اريد اقول اكثر من هذا. على الحكومه الاسراع بلملمه هاي الامور قبل ان فوات الاوان، والا للعراقيين اكو من يستهزئ بالعراقيين، واحد يقول مثل ملح الفوار. لا، العراقيين اذا فلتت الامور راح يعني شو اريد اقول لك يعني. والمرجعيه اليوم كان لها حديث بصلاه الجمعه. للاسف المرجعيه ما تدخل بالمباشر والا ترميشه، واحنا مو مال ترميشه. وصل حالتنا مو ترميشه، سرقه علنا، بيع المناصب، مو تزوير، حكومه ما معترف بها نهائيا. والان جاي يبيعون الكراسي بيع وعلنا امام، يعني هسه العالم قام يستهزئ بينا بعد. ماكو قيمه للعراقي، ماكو قيمه للعراقي. انا هذا رايي، اقول اتمنى ان شاء الله الخير للحكومه وغير يعني. اما شوف الزراعه هاي خطيه. ذا البارحه واحد يلطم على راسه، نزل له لور شو اسمه بيكه طماطه، ما سدد الكرو مالته، شمرها بالشارع وقام يلطم على راسه. اولا قانون حمايه المنتج كلها تفعلت وكلها سوتوا الا هذا. ليش؟ حتى انه يكون مستورد من كذا وكذا. تلزم السيارات الجايه مستورده كلها بها مسرطنه، كلها فاسده، وزائدا منه المخدرات الموجوده في داخل هذه. احنا ما اعرف شلون الدوله شنو رايها بهاي الشيء، ما اعرفها. جزاكم الخير. شيخنا وصيتك لافراد العشيره اذا لا سامح الله وفقك الاجر. والله وصيتي لافراد العشيره، هسه هو اكو مثل عندنا دارج يقولون هذا بخت، البخت يتاصل من واحد الى واحد، وهي ما يراد له. انا اخوي يستلم من ابوي، وانا استلمت من اخوي، وباكر ابني يستلم من عندي، وهي هاي سنه الحياه. فعلى العشيره الاستقرار واحترام العشائر المجاوره واحترام نفسه. يقول قمه الاخلاق ان يخجل الرجل من نفسه. انسان يحترم نفسه يكون محترم قدام الناس. وعشيره الحكام معروفه بتسامحها، باحترامها للغير. احنا عندنا علاقات واسعه، عندنا مصاهره وباقي العشائر في من البصره الى الموصل، وحتى عندي في بالفلوجه مع اخوتنا زوبا. عندي حكام هناك آل تومان هم في عامريه الفلوجه. وهذه الطائفيه اجتنا مستورده لا صحه لها. احنا نبقى عراقيين، هدفنا انه خدمه العراق اولا، وعلينا انه نحترم باقي الناس وباقي الاشعار. بالاحترام والاستقرار. نعم، استقرار والاحترام. أحبة المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت البرنامج.
تقبلوا تحياتي أنا منتظر السيد وتحيات الكادر الطموح. في أمان الله.